بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الهادي الأمين العلي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. درسنا اليوم حيتكلم عن السلامة ومجالات السلام، يعني أنواع السلام. سوينا ملخص بسيط للدرس عبارة عن سؤال وجواب لأهم النقاط وأبرزها، وأغلب النقاط في الدرس تعد من المعارف العامة اللي كلنا في هذا العمر صف الثالث المتوسط أكيد كلنا نعرفها، ولكن لابد أن نذكر الجميع فيها من جديد. ما هو مفهوم السلامة؟ السلامة هي مجموعة من الإجراءات والوسائل التي تهدف للوقاية من وقوع الحوادث أو الخسائر أو الإصابات. المقصود هنا إني أحاول أقي نفسي وأسرتي وزملائي في العمل وفي أي مكان أنا موجود فيه من الخطر. حادث لو أنا في سيارة لا قدر الله، حريق لو أنا في منزل أو في عمل لا قدر الله، يبقى هذه كلها إجراءات وقائية. ما معنى وقائية؟ يعني إجراء يحميني من الإصابة ومن الخسارة ومن الحوادث. يبقى هو إجراء استباقي. ما معنى استباقي؟ يعني أنا أسويه قبل وقوع الضرر. هذه هي إجراءات السلام. يكون عندي في المنزل طفاية حريق، تكون أولادي عارفين رقم الدفاع المدني، أكون أنا في المنزل أستخدم التدفئة، وسائل التدفئة استخدام صحيح باعتدال. السؤال الثاني: ما تعريف السلامة المنزلية؟ احنا قلنا السلامة لها مجالات: سلامة منزلية، سلامة مرورية. السلامة المنزلية هي الوعي يعني المعرفة، الإدراك بالأخطار التي يحتمل وقوعها داخل المنزل والوقاية منها. داخل المنزل من الوارد الوقوع بعض الحوادث والأضرار، من الغاز غير محكم مثلا، اشتراك احترق لا قدر الله يصير فيه حريق في المنزل. فهنا لازم أكون أنا عندي وعي بإجراءات السلامة داخل المنزل، بحيث أني ألتزم في هذه الإجراءات فأحمي نفسي وأفراد بيتي من وقوع أي خسارة في المال أو في النفس لا قدر الله. حرائق، اختناق بالغاز المنزلي، حوادث كهرباء، تسمم. أبعد مثلا العلاجات والأدوية بعيدا عن يد الأطفال. ما أترك المكيفات أو الدفايات شغالة فترة طويلة بحيث أن الأسلاك تحتر وترتفع حرارتها، ممكن تؤدي إلى خرابها أو احتراقها، خسائر مادية أو خسائر في الأرواح لا قدر الله. فهذه إجراءات منزلية لابد أن الجميع يكون عنده وعي بها، فهذه هي السلامة المنزلية. أرقام لابد أن نعرفها، كبار وصغار. أرقام الدفاع المدني وأرقام الهلال الأحمر. الدفاع المدني 998 والهلال الأحمر 997. علل أو لماذا؟ نذكر الأسباب. أسباب الحوادث في المملكة العربية السعودية، وللأسف الشديد هي من أكثر أسباب الوفيات والإصابات في المملكة العربية السعودية الحوادث المرورية. لماذا تقع هذه الحوادث؟ ما هي أسبابها؟ علل وجودها. كلهم نفس المعنى والجواب واحد: تجاوز الإشارة الحمراء. وبالأمس نزل قرار 6000 ريال غرامة لمن يتجاوز الإشارة الضوئية. 6000 ريال غرامة. الحيوانات السائبة، دائما لابد أن يكون عندك وعي بالعلامات الإرشادية المرورية على الطريق. معنى العلامة: علامة عليها صورة حيوان، جمل مثلا أو أغنام. إيش معنى العلامة؟ إن هذه المنطقة منطقة رعي، هذه المنطقة فيها حيوانات سائبة، فلابد أن تكون سرعتي في هذا المكان منخفضة، تحسبا إني أتفاجأ في النهار أو في الليل بحيوان في نص الطريق. هذه اسمها حيوانات سائبة. السرعة الزائدة طبعا الإطارات المهترئة، يعني إطارات قديمة انتهت صلاحيتها، تجاوزت مدة خدمتها، أصبحت ناعمة الملمس، وبالتالي ما تخدمني عند المواقف المناورات اللي السائق قد يلجأ لها.
مع الفرامل ما تساعدني على الوقوف السريع، وبالتالي ممكن يصير حادث أو انقلاب لا قدر الله. التفحيط، استخدام الجوال أثناء القيادة، وهذا للأسف منتشر وخاصة بين الشباب. طبعا يشغلني عن القيادة أي شيء، هذا سلوك خاطئ. أي شيء، حتى لو واحد جنبي جالس يتكلم معي يشغلني عن الطريق، خطأ. ما بالك بالجوال، والجوال تكتب رسالة أو تتكلم أو تطالع منشورات، فهذا الأمر في أثناء القيادة يعرضك للحوادث. السؤال الخامس: اذكر بعض الممارسات الخاطئة والضارة تضر السائق وتضر الآخرين في الطريق الذين يكونون حول السائق. من الأشياء الخاطئة اللي ممكن تسويها كسائق تضرك وتضر الآخرين في الطريق: السرعة الزائدة، عدم الالتزام بربط حزام الأمان، التهور في القيادة، سواء بالبطء الزائد أو سواء بالسرعة الزائدة أو القيادة بدون مراعاة الآخرين، وأيضا استخدام الهاتف أثناء القيادة. السؤال الأخير: الدخان وأضرار الدخان. دخان التبغ يحتوي على أكثر من 400 مادة ضارة. طبعا تأثيرها على الإنسان يكون إيجابي ولا سلبي؟ سلبي يعني ضارة، سلبيا في صحة المدخن. أدخن وجنبي إخواني في العمل، زملائي في العمل، إخواني في المنزل، إخواني في مقهى، أهلي في البيت، كل هذا تؤثر تأثير سلبي في صحتي وصحتهم، وهذا يعرف باسم التدخين السلبي. يعني أنا ما أدخن، ولكن من بجانبي أو تؤثر على صحتي أنا فقط، لا، تؤثر على صحتي وصحة من يجاورني في المنزل أو في العمل أو في المقهى أو في أي مكان. وهذه بعض أهم النقاط في هذا الدرس. طبعا لا يغنينا هذا عن الدرس نطلعه من الكتاب ونقرأ قراءة دقيقة، لكن هذه هي أهم النقاط التي أردنا أن نقف عندها ونحاول أن نحفظها تحسبا إن تأتي في الاختبار أو في التقييم بداخل الفصل. يعطيكم ألف عافية وأشوفكم على ألف خير.